انا هثبت لك في اقل من دقيقه ان شبابنا خلص رسمي والموضوع خرج من ايدينا. فاكر لما كنت بتعمل الحركه دي في الباب؟ دلوقتي لو فكرت تعملها غضروفك هيعمل تسجيل خروج وركبك هتقول لك جاري تحديث المفصلات. انت هتتعلق في الباب، بس المره دي الاسعاف هي اللي هتنزلك. فاكر القلم الرصاص اللي كنا بنعضه اكتر من بنكتب بيه لحد اما كان بيبقى شكله كانه دخل خناقه؟ وعلبه الهندسه اللي كنا بنشتريها عشان نضيع البرجل والمثلثات في اول اسبوع ونستخدم الغطا بتاعها مرايه في الفصل؟ زمان كان ترفيهنا حته خشبه بنلفها بدباره. واقوى سهره كانت قدام تلفزيون محتاج 4 افراد عيله عشان يحركوه من مكانه عشان نتفرج على كابتن ماجد اللي الملعب فيه اطول من الطريق الدائري اللي كان بيجري نص الحلقه وبيشوط في نهايه الموسم. وقتها قمه الفشخره كانت قرطاس لب ب5 صاغ يخليك تحس انك دخلت البورصه وتقعد قدام الاجهزه دي اللي شكلها محول كهرباء مش تلفزيون وراديو. بس الحقيقه ان كل الذكريات دي متصوره بكاميرا شكلها كانت شغاله بالفحم. لو عندك صوره قديمه ومغلوشه من الزمن ده وحابب تطلعها HD هتلاقي التطبيق في اول تعليق او في البروفايل. بس كده، ما تنساش تعمل فولو عشان لو ظهرك طقطق وانت بتسمعني دلوقتي نلحق نحجز سرير جنب بعض في دار المسنين. سلام يا اساطير.